فندق الليله فيه ب5000، مش ب5000 جنيه، دول ب5000 دولار. فندق نزل فيه الامير تشارلز ومراته الجديده كاميليا. حبيبتي يا ديانا، فاتحه العز ده كله ليه؟ فندق الليله فيه ب5000 دولار. معمول من ايه؟ من ذهب؟ من فضه؟ لا يا سيدي، من ملح. النهارده حكايتنا عن فندق اضرار املال في سيوه، وهو بيعتبر من اغلى 10 فنادق في العالم، لانه صديق للبيئه. بس مش صديق بس، ده البيست فريند بتاع البيئه. فندق بالرغم ان هو غالي قوي كده، لكن لا نور ولا كهرباء ولا نت، تخفيف احمال ازلي. بينزل فيه رؤساء العالم وكبار الشخصيات علشان يرجعوا للطبيعه. مصنوع كله من ماده الكرشيف، اللي هي عباره عن ملح وميه وطينه. النور فيه شموع، الاكل فيه اورجانيك، مزروع كله في حديقه خاصه بالفندق. كان من حظي ان زرته واتعزمنا فيه على ويلكم درينك. تخيل بقى ويلكم درينك في فندق غالي زي ده يطلع ايه؟ عايز تعرف؟ تابع الفيديو للاخر، يلا بينا. وهنا دخلنا الجناح الخاص بتشارلز الثالث اللي نزل فيه هو ومراته كاميليا. تخيلوا ان كل حاجة صناعة يدوية. هنا هنلاقي السرير اللي ننام عليه، طبعا كل الحيطان اللي ورايا دي كلها من الكرشيف، حتى السقف مصنوع من النخيل وجذوع الاشجار المقطوعة، والسجاد اللي احنا بنمشي عليه صناعة يدوية طبعا المشهورة بيها سيوة. الجناح يجنن. مش متخيلة بقى ان السلم الصغنن الضيق ده اللي مصنوع كله من مواد بدائية كان بينزل عليه الملك تشارلز. تخيل بقى ان المنظر كده من بره. الجبل ده اللي هو اصلا اتسمى عليه اسم الفندق لان اضرار املال معناها الجبل الابيض، وهو فعلا فيه اجزاء منه كتيرة باللون الابيض. هنا طبعا قعدات، هنا المكان اللي بيشووا فيه بالليل، الاكل بتاعهم لان طبعا كل الاكل اورجانيك، ما بيدخلوش اي مواد صناعيه خالص. انت هتستغرب لما تلاقي الحاجه الوحيده الصناعيه اللي انا شفتها في المكان ده كانت ايه، مش هتصدق كانت ايه. طبعا هنا الرمل اساسا يعني قرب اللون الابيض، شكله رائع. المزروعات طبعا هنا الصبار، هنا في المكان اللي احنا اخدنا فيه الويلكم درينك وقعدنا فيه. الكراسي دي كلها مصنوعة من مواد طبيعية. الشلت اللي حضرتك ممكن تقعد عليها دي مصنوعة من القطن. كمان الترابيزات دي مصنوعة من مادة الكرشيف. كل حاجة طبيعية. هنا بقى بنتوجه لمكان تاني جوه الفندق برضو، نفس القصة، نفس المواد الطبيعية اللي مصنوعة منها. انت متخيل الشماعة دي علشان تعليق الهدوم. هنا بقى كانت الحاجة الغريبة قوي اللي انا شفتها، ان الحاجة الوحيدة الصناعية اللي انا لقيتها كانت ورقة تواليت. ده غير كمان ان التواليت اصلا كمان ملوش باب، ده انا كنت مستغربه له قوي. السلالم طبعا كلها برضو مصنوعة من جذوع الاشجار. هنا بقى الشموع اللي هي بتضاء بالليل علشان تعمل الانارة. منظر الجبل مع الرمل مع السماء حاجة تجنن. هنا بقى اخدنا الويلكم درينك وجس وات هقول لكم دلوقتي، خليكم معايا. كركديه من غير سكر.